أمر الوزير الأول عبد الملك زلال اللجنة الوزراء المكلفة بتعديلات الأمر الذي يؤسس لنظام الإحلال على التقاعد من دون شروط السن بإدراج مدة الصلاحية لتقرير الوضع لاستثناء المستخدمين في قطاع الشاقة وتقرير هذا المدة استفادتهم من التقاعد خارج شروط السن وبصفة استثنائية، يعني عند سنوات العمل سيحدثها مشروع قانون جديد. فيما استدرك زلال التعليمات المشتركة لوزير العام والتشغيل والمدير العام للوضع العمومي والأمر بمواصلة استقبال ملفات التقاعد النسبي وخرج شروط السن ودراساتها وبث من التي تثبيت أهل أصحابها. وكشف مصادر حكومة الشروق أمس أن تعليمات الصدور المشتركة بين وزير العام وتشغيل الضمان الاجتماعي محمد الغازي ومدير العام للوظيفة العمومية بالمقسم بوشمال الأسبوع الماضي السيء في يومها، وضوحا أن تجميد استقبال ملفات تطلبات التقاعد أو التجميد دراستها يعيد تجاوز القانون، موضوعا بأن الأمر لنظام التقاعد صار المفعول. والتعليمات التي أمر الوزير الأول عبد الملك زلال بإدراجها والمتعلقات بتوحيد سن التقاعد القانون عند 60 سنة والتخليل عن إحلال على التقاعد خارج شروط السن لن تطبق سوى باعتماد مشروع قانون جديد المعادلة للقانون الجاري.